ماهر الأسد. الوقت اللي بنشوف السوشيال ميديا على صفيح من لهب سبب اندلاع خبر قبض أحمد الشرعي الملقب بالجولاني على الرجل الثاني في سوريا سابقا. هون بيكون الحديث عن ماهر الأسد، الشقيق الأصغر للدكتاتور الأكبر بشار الأسد. مين هذا ماهر؟ أنا هون اليوم لأحكي لك قصة شاب كان عم يدرس إدارة الأعمال بجامعة دمشق، وبضغطة زر تحول لبابلو اسكوبار الجديد مثل ما وصفته بعض المصادر البريطانية. هيك أنت ضغط لي زر اللايك وحول حياتي للأفضل يعني. ديالي فيديو اليوم بستهدى للسياسيين اللي بيلبسوا نظارات أسمك من مخ الكراش اللي عم ظبطه. لا هش مو لهالدرجة. أنا عملت إيه؟ هيك قوم اعمل لك يسافي تشرب لانه متعتك مضمونة عندي. انه قصة اليوم واحدة من اغرب واشنع قصص الجريمة في التاريخ. ولد ماهر الأسد عام 1967 بعيدا عن الأضواء والشهرة، وتابع تعليمه الثانوي في أكاديمية الحرية قبل ما ينتقل لدراسة إدارة الأعمال في جامعة دمشق. وهو تخرج من هون بتطلع هيك لا تخيل باسل بالجيش راح هيك يطوع بالجيش. طب اختفى باسل الأسد. وقال انه بحادث مروري. بغض النظر عن هذا الموضوع، هي كانت اول لحظة مفصلية بحياة ماهر الأسد، لانه كان اهم المرشحين لاستلام المنصب الرئاسي بعد ملعون الروح حافظ الأسد. الحبيب كان عنيف شوي، مو شوي، بحب سفك الدم. وقت عم قلك بحب سفك الدم، لا ما عم بالغ، لانه البور معه شوي. اذا كان قلبك قوي رح تتأكد انه هذا الانسان بعيش على القتل والدم. جزار درعا، جرائم حرب والتحسين، تسهيل تجارة المخدرات. This is the man who killed thousands of Arabs. عن هالقرطة اللي يحكمها بشار الأسد وزبانيته، حتى لو بركنا تحت هذا الشاجر، حتى لو بقينا سنوات. أثناء تولي حافظ الأسد تدريب بشار الأسد استلام الحكم الرئاسي، كان ماهر عم يرسخ مكانته العسكرية من خلال توليه لكتيبة بالحرس الجمهوري. هون بنكون وصلنا للحظة المفصلية الثانية بحياة ماهر الأسد، ولا هي توفي حافظ الأسد بعام 2000. هون ترقى ماهر من رتبة رائد لرتبة عقيد. بدل ما كان مستلم كتيبة واحدة بالحرس الجمهوري، صار مستلم الحرس الجمهوري كله اللي بيضم 10,000 مقاتل، 10,000 جندي تحت قيادته. هون صار هذا نفس الرقم اللي بدنا نوصله باليوتيوب تقريبا. ولك ما بدك تخلينا وكيل عام. وبلش يستولى لك على ايرادات النفط في دير الزور. كمان يعني هيك عمل شغله بسيطه، انه فرض حاله عضو باللجنه المركزيه لحزب البعث. خلونا نروح شوي بعيدا عن الامور العسكريه ونحكي عن حياته الشخصيه التوره بس. كان ماهر متزوج من وحده اسمها منال، عنده منها بنتين وابن. بس مو هذا اللي بدي يوصل له ابدا. اللي بدي يوصل له انه كان عنده اخت اسمها بشرى، وهي خيته راحت تزوجت غصب عنه من شخص يدعى آصف شوقي اللي كان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بوقتها. وهون ماهر كان فيه عقل وطول اذا كان موجود يعني، لانه اللي بدي احكي لك اياه هلا كتير صادق يعني. بس قوت جوز اخته اللي هو صهره. وطبعا لحسن حظ بشرى اخته لماهر انه زوجها ما توفى وقت قواسه، بس اطمن في عام 2012 يقيل انه توفى بتفجير. عمل شغلة بسيطة كتير، أرسل خيته إلى المنفى يعني بعيدا عن سوريا وبعيدا عن الحكم السياسي في سوريا. وبما أنه فتحنا ملف كتير لا لسه واحدة كمان كتير وسخ، ما بدنا ننسى أنه هذا الشخص وفقا للتقارير قتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. أكيد الشخص اللي عم تحكي عنه انحكم عليه بالإعدام. لك لدرجة انه بالثورة السورية ضد الأسد كان يعطي الأوامر بقتل الناس يا بالرأس يا بالقلب، بده يخلص منا خيو. متخيلين انه قائد بالجيش عم يعطي الأمر بقتل شعبه؟ لا مو أي قتل مباشر لشعبه. وهيك وصلنا ل 2018. هون استلم الفرقة الرابعة بالجيش بكامل العتاد والذخيرة والدبابات والطيران وكل شيء. ما بعرف إذا فيها طيران ولا لا، بس انه استلم هاي الفرقة كامل وحامى شعبه فيه مو بصناعة الكتكوت. استخدم كل هالقوات العسكرية لصناعة وتجارة المخدرات وين حدود الأردن. والتجارات الكبيرة كانت تصير بمدينة اللاذقية الساحلية. ليش أحذركم؟ لسهولة التصدير. لا هي الحركة أنا عم نيم ولد صغير هيك، ما عم سفر سفينة. المهم أنه ليصدر الشحنات بالبحر، وطبعا يعني يصدر شحنات المخدرات شيء لإيطاليا شيء للشرق الأوسط. وصلنا البلد الأول بصناعة الكتكوت ما شاء الله.
بس يعني للأمانة استفاد من شهادة إدارة الأعمال اللي درسها، أنه كانت تقدر أرباح هي التجارة على عائلة الأسد بما يقارب 50 مليون دولار. لا حبيب، هوديل كانوا زفوت على مقصف يحطوا 50 مليار دولار. كمية إجرام إذا بدي أقعد للصبح أحكي لكم عنها صدقا ما بخلص. هيك جد الحمد لله اللي خلصنا من هيك حاشي وطغاة وبس. سلام.